لو عايز تعمل صورة زي دي او دي او دي او حتى دي، وتقدر تبيع الصورة الواحدة من 250 جنيه لحد اكتر من 5000 جنيه، كمل معايا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا محمد ايهاب وبجرب طرق بتجيب فلوس عشان اوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. خليني اقول لك ان الصورة المصغرة بتاعت اليوتيوب اللي انت شايفها دي هي حرفيا من اهم عوامل في نجاح اي فيديو على يوتيوب. هتقولي طب ليه يا محمد؟ لان ببساطه الناس مش بتشوف تعبك على الفيديو ولا تعبك في الايديتنج ولا المحتوى الكويس اللي انت بتقدمه فبتقرر ان هي تتفرج. لا، هي بتشوف الصوره المصغره فبتقرر اذا كانت هتتفرج على الفيديو ولا لا. عشان كده هي تعتبر اهم عنصر في الفيديو بتاعك. عشان كده هي بتتباع باسعار كويسه من اول $5 لحد 100 200 250، وصعب بتوصل لاكتر من كده بكتير، لانها بتتقاس على حسب القيمه مش المجهود المحطوط فيها، والقيمه اللي هتقدمها هي المشاهدات. فخلينا نقول ان احنا هنبيع $5 عشان نجيب عملاء بسرعه، سعر قليل. يعني الفيديو ده انا مش هشرح ازاي تجيب عميل، انا هشرح لك الطريقه بس لو حاببني اشرح لك ازاي تجيب عميل اكتب لي في الكومنتس وباذن الله اعمل لك جزء تاني. يلا بينا نخش في الفيديو من غير كلام كتير. فالنهارده انا اقول لك ازاي تعمل صوره مصغره بوشك او بوش اليوتيوبر اللي انت عايز تبيع له الصوره، من غير ما يكون عندك ولا مهاره ولا خبره ولا اي حاجه. كمان تكلفه الصوره الواحده هي نص جنيه بس. انت متخيل الرقم؟ انت هتشوف دلوقتي الصوره هتبقى عامله ازاي بكواليتي عامله ازاي وفي وقت قد ايه. فنص جنيه ده ولا حاجه حرفيا بالنسبه للقيمه اللي بتقدمها. الشرح هيكون عملي 100% قدامك دلوقتي في الفيديو. اول حاجه انت محتاج صوره لليوتيوبر اللي انت هتعمل له الصوره المصغره. مش لازم تبقى مقصوصه، مش لازم يبقى وشه مقصوص، مش لازم اي حاجه، صوره يكون وشه موجود فيها بس. تاني حاجه محتاج تشات جي بي تي المجاني، مش هتشترك في اي حاجه. تالت حاجه انت محتاج ريفرنس. يعني ايه ريفرنس؟ يعني حاجه شبه اللي انت عايز تعملها، يعني تشوف صوره مصغره تقول انا عايز اعمل زي دي. فتالت حاجه انت محتاج تجيب ريفرنس. بتخش على اليوتيوب وبتقلب وبتشوف حاجه معينه عجباك، بتاخدها تحطها في الموقع اللي انا برضه هسيبه لك في الديسكربشن بيحملها لك. واخيرا البيج بوس، انت محتاج ايدوجرام، ده اللي هنعمل عليه الشغل كله. فيلا بينا نبدا. انا جمعت اللينكات كلها في مكان واحد وهحطها لك في الديسكربشن عشان تبدا على طول. اول خطوه هتخش على اليوتيوب وتبدا تقلب تشوف ثامنيل عجباك عشان ناخدها كريفرنس، او لو انت اصلا داخل تعمل ثامنيل لفكره معينه هتخش تكتب اسم الفكره دي على يوتيوب، تشوف الناس اللي كانت عامله فيديوهات شبهها وتشوف الثامنيلز بتاعتهم وتختار احسن حاجه. يلا بينا اختار دلوقتي صوره معاكم. تمام، خلينا ناخد دي، شكلها صعب شويه. ناخد اللينك بتاعها كوبي ونخش على الموقع اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. هناخد اللينك كوبي ونخش على ثامنيل داونلودر، ننزل اول واحد ده، نحط هنا اللينك وندوس جيت. نرجع تاني للفيديو نفتحه وناخد اللينك، بس اديها لك هنا. هنروح اعمل لها سيف على الجهاز عندي. من هنا جبت دي الصورة اللي دي صورة اليوتيوبر المفروض اللي هو انا عايز منها وشي بس، مش عايز الثمنيل في حاجة. وده الريفرنس بتاعي اللي انا هعمل حاجة شبهها. الخطوة اللي بعد كده ان انا هخش على تشات جي بي تي وهبعت له الصورة اللي انا عايز اعمل شبهها واقول له اكتب لي وصف الصورة دي بالظبط زي ما هنشوف دلوقتي. هنجيب الصورة ونشدها هنا كده، اقول له بالظبط اكتب لي البرومبت التفصيلي للصورة دي بالانجليزي. ادوس انتر، هسيب لك الجملة دي برضو تحت عشان تقدر تاخدها على طول. وهنستنى هو كده بيكتب لي تفصيل الصورة دي. وطبعا عشان ما اخدهاش زي ما هي بالظبط فانا محتاج اعدل عليها شوية. فممكن اقول له خليه لابس بدلة غطس وخلي القرش محطوط في سجن مثلا، ونشوف هيدينا ايه. وبدأ يكتب لنا البرومت اللي احنا عايزينه، وبرومت هنا يعني وصف الصورة. ونخش على تالت خطوة، موقع ايدوجرام. هنفتح هنا كده ونخش. اول حاجة تخش تعمل اشتراك، ابجريد بلان. عندك هنا خليها الاول مونثلي. عندك كذا اشتراك، في اللي هو $0 ده مش هيعمل اللي احنا عايزينه، ولا البيزك هيعمل اللي احنا عايزينه. واول حاجة هتعمل اللي احنا عايزينه اللي هو $20 يعني 1000 جنيه في الشهر. بس ثانية، 1000 جنيه في الشهر هيديك 1000 كريدت. 1000 كريدت يعني 500 برومت تقدر تكتبهم، يعني 500 في 4 ب2000 صورة. 2000 صورة ب1000 جنيه، يعني الصورة بنص جنيه. فهو استثمار. انت بتحط 1000 جنيه وحرفيا لو بعت 4 صور بس انت عارفين جبت اشتراكك وزيادة. فاحنا محتاجين نعمل اشتراك ابو $20 اللي هو البلس. هنعمله على ايميل تاني فهنخش بيه دلوقتي ونختار كانفاس اللي هي هنا. دي حاجة انا كنت بجرب فيها، نشيلها. هنيجي هنا نختار ابلود. اول حاجة بتعمل ابلود لايه؟ بعمل ابلود للصورة بتاعت اليوتيوبر. ليه انا بعمل لها؟ عشان اخد وشي بس، انا مجرد هاخد وشي. تمام، بدوس على ماجيك فيل. ده انا بعد ما اشتركت خلاص. انا عايز امسح كل حاجة واسيب وش، فبدوس على الاستيكة. وبعدين عايزها برش، بدوس على البرش وبرجع ادوس على الاستيكة تاني، اكبرها بس شوية. وكل حاجة هتبقى باللون ده كده، هي كده بتتمسح كده. دي الحاجات دي مش معايا، فانا همسح كل حاجة واسيب وشي. مش لازم تكون المسحة 100%. يعني بص انا هنا مثلا مش عاملها مظبوطة 100%، وهقول لك ليه.
ان هو هيظبطها. يعني بص كمية العك اللي انا عكيكها دي، وفي الاخر هو هيظبطها. هوريك. وبعدين ادوس نيكست. هنا بقى بيقول لي عايز، يعني مش بيقول لي، هو مش بيسألني طبعا، بس انا بشرح لك. يعني انا لو عايز اخلي الصورة زي ما هي، يعني ده المربع المفروض هيطلع فيه الصورة، يعني البرومت هيتكتب في الحتة الفاضية ودي مش هيتكتب فيه برومت. فانا المفروض انا لو عايز وشي يبقى في النص هروح شادد دي هنا ناحيتي، لو انا عايز وشي يبقى اصغر شوية هروح مكبر دي. فانا ممكن اعملها كده، خليها زي الصورة الاصلية، انا كده على الشمال، وهيبقى القرش في السجن هنا المفروض يعني. ونرجع لتشات جي بي تي ناخد منه البرومت ونحطه هنا بيست، وندوس ماجيك فيل ونستنى نشوف هيطلع لنا ايه. ايه اللي انا شايفه ده بجد؟ الصورة دي بنص جنيه. انا مكش يعني انا جربت الموقع ده كذا مرة، بس دي حوار تاني. الصورة دي حوار بجد تحفة. ماشي، بس مش دي المفاجأة ان هو في 4 اشكال منها تاني هنشوفها، او يعني 3 اشكال منها زيادة، فتعالوا نشوفها. الصورة خدت تقريبا 15 او 20 ثانية عشان تطلع، فتعالوا هنا نقلب. دي مش افضل حاجة. بص هنا في حاجات بيضة حوالين، بس هي موجود، يعني هو قاصد يعملها، هي مش غلطة، لان هو عاملها برضو على باقي بدلة الغطس. دي عبقرية، تحفة بجد. يعني انت شايف طلعت قدامك في قد ايه. تعالى كده نجيب الريفرنس. انا حاسس احسن من الريفرنس بصراحة. معلش طبعا احترام المستر بيست، بس لو جينا هنا نقارن، انا شايف ان احنا كسبنا مستر بيست بجد حلوة جدا. بس بتدوس عليها هنا كده وتعمل لها داونلود. هيقول لك حدد عايز تعمل داونلود لايه. هنسحب كده وكده، هنملاها كلها يعني. نزوم شوية وبعدين نعمل داونلود ضمن الفيديو اوبن، وبكده تكون عملت ثمنيل بنص جنيه في اقل من 20 ثانية. طب اجيب عميل ازاي يا محمد؟ بص هشرح لك دلوقتي كروجي كده. نقفل كده دنيتنا هنا، اقول لك ممكن تجيب عميل ازاي. بص يا سيدي، انت هتعمل زي اللي احنا عملناه بالظبط. هتروح تجيب كذا يوتيوبر اجنبي يكونوا الفيوز بتاعتهم مش كتير قوي، يعني ما عندهمش مثلا سبسكرايبرز كتير. مش هتروح اكيد لمستر بيست مثلا، هتروح لحد عنده 50 100 الف، وتجيب اي ثمنيل عنده يكون وشه باين فيها عشان تقدر تاخد وشه، وتبدا تعمل له ثمنيلز بنفس الطريقه دي. حاجه كويسه جدا زي اللي طلعت معانا. وبعدين هتخش على الايميل تقول له انا بعمل ثمنيل وشفت ان انت كذا وكذا وكذا، شفت ان الثمنيلز عندك مش قد كده، وانا عملت لك حاجات دي، وده يعتبر هديه مني. لو حابب نشتغل مع بعض انا ممكن اشتغل معاك في حوار الثمنيل زي كده، وسعري هو $5 على الصوره او $10 على الصوره او ايا كان. وتبعت كل يوم ل3 4 10 من اليوتيوبرز. بس اهم حاجه انت تبعت بنتائج. يعني ما تقولوش انا هعمل لك 1 2 3، لا، انت خد وشه وروح اعمل له 3 صور وابعتهم له، وباذن الله تقدر تجيب تمن اشتراكك وزياده بكتير جدا. انا اكيد عارف انت مش هتبيع ال 4000 صوره او ال 2000 صوره اللي هيطلعوا لك، بس انت حتى لو بعت منهم 100، تعالى كده نعملها حسابيا. 100 في 250 تتكلم في 25,000 جنيه. شيل منهم 1000 جنيه بتاعت الاشتراك، تتكلم في 24,000 جنيه ربح صافي. لو عجبك الفيديو وحابب تشوفني بجرب التجربة دي عملية، ان انا اخش اكلم عميل واحاول اجيبه واخد منه فلوس، اكتب لي في الكومنتس ولا انا محتاج الفيديو ده. ولو عجبك المحتوى ده متنساش تعملي سبسكرايب. سلام.